مفيش عصافير في دماغنا كده مع الشتا، تركيبة مفيش منها اتنين ومفيش زينا في الجنان، وحياتنا كوميديا على دراما، اما دماغنا مع السلامة، لما بنتكلم بنقول اي كلام في اي بتنجان. عيلة عجيبة وتركيبة، الواحد فينا كده مصيبة، ملناش كتالوج ولا توكيل، عمايلنا دي بجد رهيبة. السلام عليكم، انا اسمي لورا، عندي 7 سنين. قررت اعمل لكم تعريف عن العيلة وجولة في البيت. يلا بينا نبدأ. دلوقتي دي الجنينة، يعني لما بنكون عايزين نعمل حفلة شواء بنيجي هنا مثلا ونقعد نشوي، وده مكان زي استجمام كده. دلوقتي بقى هخش على المطبخ ده بقى يعني كده، يعني اللي ماما بتقف فيه بتطبخ كده. اول حاجة درج الحلويات، مثلا لما ماما بتبقاش هنا بنقوم مثلا جايبين هنا بسكوت سناكس يعني، ونجيب عصير وناكل بقى. وده الشاي بتاع بابا، وده درج البهارات والسكر الملح اللي هي الحاجات دي والكوبايات. وده مثلا درج الافطار، لما بنيجي نفطر مثلا ده بنفطر من هنا. وده درج المنظفات. وطبعا لازم في كل بيت يبقى فيه شوك وسكاكين ومعالق. وده ابريق الشاي. وده درج الاطباق، والدرج بتاع اللي هي الحاجات اللي بتحط فيها الشوربة، الحاجات دي البسيطة دي. والحلال اللي هي اسمها الطاسات. دي بقى التلاجة، نفتحها كده. عندنا مثلا في التلاجة زي اي بني ادم عادي، عندنا عسل، عندنا زبادي، عندنا جبنة، عندنا انواع البان. بس كده. ونقفل التلاجة. عندنا السفرة بتاعت العيلة، وده كرسي اختي ليان، لان هي ما بتعرفش تقعد على الكراسي الكبيرة، فيعني ماما جايبه لها كرسي صغير وترابيزه صغيره عشان طبعا ما بتعرفش تقعد على الكراسي دي. بعد كده عندنا الريسبشن مثلا، اللي هي اوضه اللي بيسموها اوضه التلفزيون. مكان جميل وهادي كده يعني. عندنا هنا بقى البلكونه. البلكونه دي مثلا لما ماما بتكون عايزه تخش تستجم فيها بتخش جوه عشان الهوا وكده. وعندنا هنا التلفزيون، حلو قوي وجميل، وبالذات يعني ان هو كده شاشته كبيرة بس كده. وعندنا هنا كنبات مريحة. وعندنا طبعا الدفاية عشان الشتاء بتبقى جميلة جدا، بنقعد ندفى فيها. وعندنا بقى كنب مريح جدا. وبعد كده بقى عندنا كمان بلكونة. طبعا اهم حاجة في الشقة في الدور اللي تحت تاني الارضي، عندنا مثلا البيانو. دي الحاجة الموهبة بتاعتي ان انا بعرف اعزف، بحب البيانو كده فبعرف اعزف قوي عليه. عندنا هنا بقى البسين والساونا وكنبة صغيرة كده على قدنا. بنحب مثلا لما بنكون الجو حر بنيجي نقعد هنا، ننزل البسين، ماما تقعد في الساونا كده. ده بقى الدور التاني طبعا، اللي هي غرفة ماما وبابا وغرفة اختي ليان. هنا بقى ده مكان التغيير، ماما بتيجي تقعد هنا تغير، بابا بيغير، ماما يعني بتحب تيجي تستريح هنا احيانا. وعندنا مثلا شلال كده صغير، ماما بتيجي مثلا تقعد جوه. وكمان هنا في بلكونه برضو. دي بقى الغرفة نفسها اللي هي بيناموا فيها وكده. ده سرير ماما وبابا، ودي الحتة اللي ماما بتعمل فيها ميك اب. وده بقى الدولاب. طبعا هنا هدوم ماما وبابا، كوتشيات وكده. تاني حاجة بقى غرفة اختي ليان. ماما بتيجي مثلا انها تقعد معاها هنا مثلا لما اختي بتكون تعبانة وكده، فحطين هنا الكرسي وعندها تلفزيون في الأوضة، والسرير بتاعها صغير. وده درج الملابس بتاعتها، ودي مثلا الاحتياجات بتاعتها مثلا لما بتتعب كده. ودي الكوتشيات بتاعتها. تاني حاجة بقى الحمام. عندنا هنا الحمام طبعا ماما لسه بتجهزه، يعني لسه في شوية حاجات هنجيبها وبعد كده يعني.
ده درج مثلا اوكسي، مثلا ماما بتغسل بالهدوم، الغسول بتاع الايد بتاعنا مثلا طبعا. وهنا بقى عندنا الشامبوهات، ده شامبو بتاعنا احنا، وده الشامبو بتاع ماما. ده بقى الدور الثالث اللي فيه غرفتي انا واخويا. طبعا اخويا هيثم مثلا، يعني ده الدولاب بتاعي انا واخويا هيثم، وده سريري، وده سرير اخويا هيثم. وهنا بقى في مثلا الهدوم اللي انا كنت بلبسها لحد دلوقتي بلبسها عادي، بس هي هدوم صيفية، مثلا هدوم صيفية بقعد بيها في الشقة وكده. دي مثلا لعبة اخويا هيثم، ودي ده المنبه، ودي اللمباديرة، وده المكتب بتاعنا. ودي تلاجة صغيرة كده لما بنكون مثلا عايزين نشرب حاجة واحنا بنذاكر وكده، فبنيجي نشربها من هنا. دلوقتي انا بقى هعرفكم عن العيلة. واول حد ده بابا. السلام عليكم، أنا اسمي ماجد، عندي 37 سنة وبشتغل في شركة عقارات. تاني حد بقى ماما. السلام عليكم، انا رشا، عندي 35 سنة، بشتغل طبيبة. تالت حد هو اخويا هيثم. السلام عليكم، أنا اسمي هيثم، عندي 9 سنين ولسه طالب في المدرسة. دي اختي ليان. السلام عليكم، انا عندي 2 سنين، اخر العنقود. بس كده، دي كانت العيلة. بس اتمنى لكم ايام سعيدة، واستنوا بقى مننا مغامرات وقصص كتير قوي. ما تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب والشير. باي.